السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. اوكي. قبل فترة من الأيام وأنا أقلب بالإنستغرام فجأة طلع لي الشخص هذا يقلد الشيوخ بشكل عام، يعني يطلع بأسلوب ديني وخطب وما أعرف شنو يوم الجمعة ويوم السبت. ودخلت على صفحته وقلبت شوي، شفت التعليقات. طبعا التعليقات مسخرة عليه. هو طبعا يخطب كأنه الشيخ ينطي بعد ما يخلص الخطبة نهار الأحد ينطي. المهم بعد فترة رجعت لقيت الشاب نفسه يقرأ قرآن. طبعا صفحة الشاب أكيد مر عليكم، هاي هي خالد فؤاد. يا خالد فؤاد، خالد فؤاد أنت بلشت تنزل محتوى ديني. طبعا شوفوا لي هالمقطع. زلمة يمشي طلع على الرصيف حاط آذان ماسك القلابية نحن نقولها. طبعا أنا الشاب ما علقت ولا حطيت أي تعليق على صفحته خالص ولا تمسخرت عليه، وشاب ما له شغل بيه، يعني ينزل المحتوى اللي يريده، بالعكس محتوى كويس هذا. يعني خلينا نشوف له مقطع ثاني. لا يموت ظالم في الدنيا. مش بس كده، هنا قاعد يخطب ويحادث ناس على اساس طبعا يمكن ما بيحدث قدامه، والناس طبعا بالتعليقات ما سكت، وتعليقات كبس من الاخير، يعني سخريه لدرجه ما تتوقعوا. طبعا الشيخ فؤاد بعد المقاطع هاي بلش الزلمه يقرا قران. هين بعض الناس تندمت. شوفوا هذا المقطع لو هو يقرا قران. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا. الصدمه مو هنا، الصدمه شوف المقطع. 오빤 강남스타일. تفضل خوينا فؤاد عوضين. لا، خالد فؤاد عوضين. يا خالد، خالد انت بعرض اخت الشوط، يعني بعد ما شلنا ديني قمت مايع تمسخر تاكل تراب. يعني شيء فوق قدرتنا، فوق قدرتنا. يعني حاجة ما ينفع لها الا تدخل إلهي سريع. طبعا انت يا خالد ليش تسوي بحالك جداني؟ يعني انت من البداية تدور شهرة، خلاص شهرة اطلع بشهرة. علاش دخلت الدين وبعدها رجعت معي؟ يعني هذا مو اسلوب. ثبت على شيء واحد. لا تنسوا تشتركون وتحطوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم في فيديو جديد والى اللقاء.